السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفة اليوم هو صوص كراميل. صوص كراميل كيجي لذيذ بزاف ورائع جدا. كنت سبق ليا وحطيت لكم هذه الوصفة ونالت اعجاب بزاف ديال الناس. وطلبوا مني باش نعاودها، حيت ديك المره كنت درتها في مقله كان لو فون ديالها نوار، يعني كان لو فون ديالها كحل، ما بانش ليهم بزاف اللون. كيفاش خصنا نحبسو، يعني الوقيته اللي نحبسو فيها الطياب ديال السكر ان نخصو ياخد هذاك الشيء. علاش قررت نعاودها لكم في مقله بخلفيه بيضاء باش يبان لكم اللون، باش ما يجيكمش محروق ولا يقصح لكم. راه كراميل كيجي رائع، يصلح ديروه مع لي فخوي، يصلح لكم ديروه مع لا كلاص، يعني اي حاجه كيصلح ليها. هو راه ساهل وبسيط واقتصادي. المهم كنديروا هنايا كاس ديال السكر سنيده، كنشعلوا عليه البوطه وكنخليوه هكا كيذوب حتى يذوب كامل تماما، يعني ما تبقى حتى شي حبيبات ولا حتى شي حاجه. وما نديروش البوطه مجهده بزاف، يعني تكون عافيه متوسطه. من بعد ملي كياخد هذا اللون يعني يكون قهوي فاتح، يعني ما تخليوش بني فاتح، ما يبقاش حتى يولي غامق. الا ولا غامق صافي راه خسر وغادي يكحل. وكيجي المذاق ديالو مره هكا. هذا هو. هانتوما كتشوفوا النار راها متوسطه، ماشي يعني عافيه قويه. المهم كان ملي كيوصل لهذا اللون كنضيفوا ليه 2 معالق كبار ديال الزبده. وكنبقاو نخلطوا هذيك الساعه دغيا دغيا. واخا تشوفوا راه غادي يبقى كتشد شي شويه، نتوما كتشوفوا يعني كتبقى تجمع، ماشي مشكل، غير بقاو كتخلطوها. حركوا مزيان حتى تذوب الزبده كلها تندمج. وهنايا راني كنت باقي ما طفيتش عليه، غير بد ما تذوب لينا الزبده كنضيفوا 2 معالق كبار ديال الكريم فريش. يعني كريم فريش نضيفوا 2 معالق كبار، ونبداو كنخلطوا ونطفيو. صافي نطفيو عليه، يعني تشوفوه خدا هاد اللون هذا، صافي طفيو عليه. راه هو كيبقى سخون وغادي يذوب فيه لا كريم. يعني ما تخافوش وبقاو تحركوا مزيان حتى راه حيت كيبقى كيتجمع في الاول، ماشي مشكل، ما تخافوش. بقاو كتكملوا في التحرك حتى يذوب الكريم كامل. والمهم راه طريقه سهله جدا بسيطه واقتصاديه. انا هنا درت لكم كميه صغيره باش نوريكم، وممكن ديروا نتوما تضاعفوا الكميه على حسب الرغبه ديالكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوا هذا الفيديو ما تنساوش تهبطوا لتحت وديروا لي اشتراك في القناه باش تدعموني على اعطاكم المزيد من الوصفات السهله والرائعه والبسيطه. آه، والمهم انتم كتشوفوا كيف كيولي اللون ديالو، ما كيجيش مغلوق بزاف، يعني لون كراميل عادي. نسيت ما قلت لكمش كنديروا فيه واحد شويه ديال الملحه، يعني آه بان صغيره ديال الملحه. وكنخلطوه مزيان كما كتشوفوا، نخليوه هكا يبرد واحد شي شويه ونديروه في شي اناء زجاجي باش نحتفظوا به في الثلاجه لوقت الحاجه. راه كراميل ساهل والمذاق ديالو رائع. يعني كنديروا السكر كنخليوه حتى كيذوب مزيان، يولي اللون ديالو بني فاتح. كنديروا قبل ما يذوب، عفوا نسيت ما قلت لكمش، كنديروا فيه الفاني. نص معلقه صغيره ديال الفاني او معلقه صغيره ديال الفاني. الا كان سكر ممكن ديروا ساشيه، الا كان روح د الفاني ديروا نص معلقه صغيره. وتخليوه حتى كيذوب. من بعد كتضيفوا ليه 2 معالق ديال الزبده. غير ذوب الزبده طفيو عليه وضيفوا ليه 2 معالق ديال الكريم فريش. وخليوه بقاو تحركوه مزيان حتى تذوب لا كريم فريش. خليوه يبرد واحد شويه ومن بعد ديروه في اناء زجاجي كما كتشوفوا، اناء زجاجي، واحتفظوا به في الثلاجه. راه كيبقى من اسبوع حتى لاسبوعين حتى ل3 ديال الاسابيع ما كيطرى ليه والو، المذاق كيبقى رائع جدا. وغادي نعطيكم بزاف ديال الوصفات، يعني لي كلاص وداكشي اللي تقدروا ديروا معاهم وتستعملوا فيه هاد الكراميل. هانتوما كتشوفوا كيجي هائل ورائع جدا، وكيجي يعني القوام ديالو زوين والمذاق ديالو راه رائع. صدقوني الا جربتوه راه غادي يعجبكم بزاف. ما تنساوش الا عجبكم هذا الفيديو ديروا لايك وبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء ديالكم، واشتراك اللي باقي ما اشتركش في القناه باش تدعمونا ونعطيوكم الجديد ان شاء الله.
وكومنتير الا بغيتو تقولوا لي شي حاجه او الراي ديالكم او اي اقتراحات. وهذه بعض وصفاتي السابقه يمكن لكم تزوروها وضغطوا على الصوره باش تشتركوا في القناه الا كنتوا باقي ما اشتركتوش. والسلام عليكم في وصفه جايه ان شاء الله.